السلام عليكم حبيباتي، مساء النور، مساء الياسمين. ان شاء الله تكونوا كامل كيما راكم مهنيين وبخير وعلى خير. جيت نطلع عليكم بهذا الفيديو وحبيت يعني نتشكركم ونقول لكم يعطيكم الصحة. وكل وحده قصتها بكلامي نقول لها باردون حبيبتي اسمحي لي، لكن كلامي اعتبروه كذاك الدواء المر اللي مراه ان شاء الله يجي الشفاء. هذا ما كان. شكرا على الوعي ديالكم، وديروا بيان في بالكم كل وحده لحقتها الفيديو ديالي وقدرت يعني تكملها حتى الاخير، معناتها راهي محتاجه هذا الفيديو، صدقوني راهي محتاجه. والحمد لله يعني من التعاليق ديالكم حسيت بالشفقه، يعني غطوني وفرحت بكم ومنتو غطوني من الحكايات تاعكم مع اولادكم والاطفال ديالكم ساكن، وفرحت بكم كي حسيتوا باللي راكو غالطين وقدرتوا تدوا القرار انكم تجربوا انوتر ميثود. الميثود تكون فيها الانسانيه، يكون فيها الحب، يكون فيها التفاهم، ويكون فيها الاحتواء. اون باراليل لقيت واحد تلاقيت بزوج تعاليق اللي قالوا لي يعني فو بروني بور كي حاسبه روحك مصلحه، كي حاسبه روحك طبيبه. ديري بيان في بالك يا مدام، الطبيبه والمختصه ما حاش تدقدق لك في بابك وتجي تنصحك لازم انتي تروحي تحوسي عليها وتكوني انتي منتبهه للمشكل اللي عندك باش تقدر تعاونك. هذا ولا كان عندك الوعي تروحي لها. اما انا الحمد لله راني عند روحي، أنا إنسانة أقدم المحتوى اللي نشوفه يناسبني ويناسب الناس اللي تتبعني، لكن الناس اللي راهي شايفة روحها باللي الله يبارك عندها وعي سوبيريور على ديالي، ما عليها غير ما تدخلش تو سامبلومون لهاد الفيديوهات اللي العناوين ديالها واضحة وضوح الشمس. أنا ما عنديش عناوين بياج، عناوين ديالي واضحة كيما البارح كيما اليوم. وانا جامي خديت الدور تاع الانسانه المثاليه لاني لست مثاليه، شو با بارفيت جامي. انا انسانه اعتبر روحي كبيره عليكم. كاين اللي صح انا كبيره عليهم يعني باللاج، ولو انه اللاج بالنسبه لي هو يعني درجه تاع الوعي، يعني التجربه اللي تكون عندنا نلقاو ناس كبار علينا بتجربة تاعهم بالوعي ديالهم. اما قضية اللاج يعني اللي هو العمر إبا كاين بزاف اللي صغار عليا بالبزاف، والله يبارك يعني مستوى ما شاء الله، مستوى تاع وعيه ماشي مستوى دراسي. العلم هو شيء ملزوم منه، بالعلم اللي نطوره، لكن الوعي والثقافة اللي لازم تكون عندنا سورتو كي نروحوا الخطوة تاع الزواج وتربية الأبناء. لقيت آلاف من أمهات يعني يضربوا أولادهم الضرب المبرح، لقيت أمهات ضد هذه الفكرة، لكن الأب يمارس هذا العنف على وليداته. نقول لكم من هذا المنبر، أي إنسانة تتعدى على وليدها بالضرب هي إنسانة فنيانة، إنسانة ما تحبش تكسر راسها، فهمتوني؟ لأنه الضرب هي لا سوليسيون لا بلو فاسيل، الطريق القصير. غلط وليدي نرفد العصا وهاك باش وشنو، باش نلحقوا لدرجة انه يولي يخاف مني فقط. هذا ما كان، ولا خاف اوتوماتيكمون راح يتبع كلامي على لتر. لكن اسكو بالنسبة ليك هذه تربية؟ اسكو كي خاف منك دوك قدامك راكي متأكدة بليك داغيغ طوندو راح يخافك؟ هذه هي النتائج الوخيمة، انه نضربوا سور بلاص. عندي هذاك الريزولتا ماجيك في اليامات الاولانيه ولا الشهور الاولانيه تاع الضرب، ومن بعد راهي جايتك مرحله وين خلاص اللحم ديالو يندبغ، يولي انت تضربي هو هذاك وين يزيد العناد ديالو، وهذاك وين يزيد يخشن راسو. والتعاليق شوفوا ما تروحوش بعيد، انا كلامي راهو يعني من التجربه تاعكم انتوما. اهبطوا التعاليق، ادوا قيت وقراو وشوفوا اخوات كيما نتوما واش داروا في وليداتهم والنتيجه اللي راحوا لها. واحد الفيديو درتو ما عنديش بزاف، وواحد الانسانه من الغرب الجزائر قلبي يعني خنجرتولي، ماشي خنجراته يعني فريمون. وليدها جاب الباك الله يبارك بعلامه هايله، ومن بعد لو بابا إلى ماما اوبليجاوه باش يدير، ضغطوا عليه باش يدير واحد الشعبه هو ما حبهاش.
ما عنديش تفاصيل بزاف، لكن جي ايبانغلي، انا ايبانغليت يعني ثبت التعليق ديالها باش يعني تستفادوا كامله كيما راكم. ابخي كي وليدها دار اون ديبرسيون نيرفوز، يعني حطت الشهاده ديالها اللي دعيت لها ومازلني الى يومنا ندعي لها انه ربي شافي الوليد ديالها، واعترفت بالخطا ديالها. وانا على بالي بليك الانسان اللي يكون متصالح مع نفسه يعترف بالخطا ديالو ربي ينزل عليه الفرج. هذه قاعده، اي واحد يعترف بصدق نيه بالاخطاء ديالو في جميع الميادين ياتي الفرج. اما هذاك تاع معزه ولو طارت، كل واحد يتحمل مسؤوليته فقط، هذا ما كان. اما لو كونتوني، انا يعني الناس اللي حاولت دارت محاولات زمان، يعني كي كنت بدا النجاح ديالي في هاد يعني المواقع تاع التواصل الاجتماعي، كاين واحد الفئه حاولت انها كاش نقولوا حنا تفرض رايها عليا، ها واش ديري ها واش ما ديريش، وبيسك خرجتي للناس وليتي دارك وريتي لازم ديري كذا وكذا. ما عارفين بلي كان راسي خشين وندير غير واش يخرج عليا، لانه راني عند روحي تو سامبلومون. لكن اي وحده ما عجبهاش المحتوى لها كل الحريه ولها الاحترام وسي. ما نقدرش نجي انا دركا نحب نقنعك بالمحتوى اللي نقدمه. ديروا بيان في بالكم السبه اللي تخليني ما نقولش 200 لايك، ديروا اعجاب، ابونيفو، لاني ما نقدرش نوبليجيكم تابونيو مع محتوى بتاتخ ما يعجبكمش، ولا ماذا بكم بتاتخ تشوفوه دو طون زون طون سا فو في دو بيان. مي باش تكونوا دي فان وتتبعوا هذه القناه ريغوليرمون لازم يكون لو شوا ديالكم، والنتيجه راكم تشوفوها بعينيكم. هذا ما كان. الوغ في الموضوع اللي فات يعني قبل ما نروحوا تاني، كاين ملاحظة مهمة جدا بالنسبة لهذه اللقطات اللي راكم تشوفوا فيهم. كاين اللي مساكن ما فهموش، حسبت لهم باللي كان هنا راني ندير صور وما نمدش الوصفة. هاد الصور اللي راكم تشوفوا فيهم كاملة يا البنات، هادو فيديوهات راهم في القناة، وانا على بالي الناس الجدد اللي نقول لهم مرحبا بكم هما اللي يطرحوا لي هاد الاسئله. راكم تشوفوا هاد الوصفات وهاد الروتينات وهاد التدابير راهم كامله ولوا للقناه، وراح تلقاو الله يبارك القناه غنيه بالوصفات وبالتدابير. اولي قلت نجيب دي زيماج من لا ناتور من جوجل، قلت ندير كيما كي نحكي مع اختي. على بالكم انا اختي تسكنش هنا قدامي، تزوجت بعيد، الوغ نهضروا براتيكمون تو لي جور. الوغ دائما عندي ميزيكوتور، انا نخدم في شغلي وراني نحكي معاها كيما درك راني ندير معاكم. انا هنا راني نطيب نخدم في شغل وانتم راكم تسمعوا فيا، راكم تسمعوا في اون سور اللي شاركت معكم التجربه ديالها، اون سور اللي تعلمت من الاخطاء ديالها. على بالكم باللي حنا لا فوت اللي داروها مالينا، جو بونس انا جو بارل دو موا دركا، لا فوت اللي داروها مالينا معنا هو انه كي جينا نتزوجوا علمونا بوكو تشوز، الطياب علمونا يعني شحال من حاجه، بصح ما علموناش ولا ما اورينتو، ما نوزون با اورينتي باش نحاولوا اننا نثقفوا روحنا في مهارات اللي نحتاجوها في هذا الزواج. مهارات تاع كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي مختلفين علينا، كيفاش نربوا ابنائنا، ما هي الطريقه الصحيحه لتربيه الابناء. الوغ كو كاين بزاف اللي انا وديبي حاولت نتبع ما الفينا عليه اباءنا، حاولت نتبع بس سا مارش با. وكي كنت نربي في ولادي وليت نتفكر في امور تمارسوا عليا، وانا كنت ضد الفكره، وكنت يعني دائما نعبر على شعوري، وكنت نتمنى انه الوالدين يسمعوني. يعني سيتي با دي تروك غراف مي كوميم. الوغ علاش ما نطبقوش نفس الشيء على ولادنا؟ الوغ كل وحده راهي تستعمل العنف في التربيه تاع الابناء ديالها، هنا راهي تخدم في المالور ديالها. انت راكي تضربيهم، معناتها راكي تحقريهم تحت عنوان التربيه، الوغ كو هذه ماشي تربيه، هذه التربيه ما تليقني بالبشر ني بالحيوان، ما تمدش نتيجه، تمد شخصيه ضعيفه، شخصيه ما عندهاش ثقه في النفس، شخصيه منافقه. علاش شخصيه منافقه؟ لانها تخاف من الضرب ديالك، الوبي طيعك في هذيك الدقيقه ودغيا ختوندو، وكي تخرج المجتمع تخرج كاع هذاك الغضب هذاك اللي فيها.
هذاك الطفل اللي تضربيه ما يقدرش ينوض يدافع على روحه، هو تاني كيضربك ولا يقول لك كلام ماشي مليح، لكن هذاك الضغط يروح يخرجوا ايغ مع خلق الله، مع لي زونفون. والنتيجه روحوا برك، روحوا لي بروف ما تروحوش كاع بعيد، روحوا لي بروف قولها احكي لي التلاميذ واش رايك فيهم، التلاميذ تاع هذا الجيل تقول لك سراقين، غشاشين، كذابين، يديروا غير الكحله من التوت. علاه نولوا للبيت والتربيه تاع الاولياء. لقيت تانيك دي مامون البنات اللي تقول لك انا ضد العنف، لكن الزوج ديالي مد ولادي الفلاقه. من نيتكم الفلاقه في الوقت اللي رانا فيه؟ بدون تعليق، سون كومونتير. الوغ يعني ربي كرمنا بالعقل، اعطانا عقل. دايوغ في القران ربي في كتاب الله سبحانه وتعالى يقول لنا شحال مرأة لا تعقلون. علاش ربي عطانا العقل؟ باش نستعملوه، ماشي باش نمدوه يسيروهن الناس. انا نربي كيما ربى جدي، كان يضرب بالفلاقه وكيما ربى بابا القمع، ما كاش حريه التعبير. انا نحب كيما انتي تحبي اني نعاملك بكل احترام ونعطيك حريه التعبير، كيف انتي كيف تمدي لا ميم شوز لولادك. كاين بزاف تعاليق عجبوني، يعني تعليق في المستوى كي قلت لهم فاقد الشيء لا يعطيه. كاين اللي قالوا لي سي فاقد الشيء يبو دوني بوكو تشوز. على بالكم شكون اللي فقد الشيء وقدر يمدو؟ الانسان الواعي فقط. الانسان اللي تحرم من الحنانه وتحرم من الاحترام والتقدير وكان واعي بهذا الشيء، ماذا به يحب لغيره واش يحب لنفسه. الشيء اللي انا كنت حباته نديرو مع أولادي نوفره لهم. لكن الناس اللي ما عندهاش الوعي تقولوا ليش تاع الصح. ويعني والدليل روحوا برك لهذه القناة البسيطة وهبطوا شوفوا شحال من مرة تشتكي من راجلها النرجسي. انا هاد لو تيرم بون، انا هاد لو تيرم يقولوه بزاف، لكن النرجسي هو الانسان المريض نفسيا، هو اللي يمارس الهبال على مرته، عنده وش غلاس وش ملس وش يقابل به الناس. على برا النرجسي على برا سي لوم بارفي، والداخل الكارثة، يمارس كاع تلك الامور والامراض النفسيه على مرته. هذه هي. يعني شوفوا الامر كيفاش، يعني لو كان نحوسوا اننا نمدوا وقت اننا نديروا اناليز حياتنا. كاين لقيت الاغلبيه تاني امهات مضغوطين من الضيق والمشاكل تاع لا بيل فامي، المشاكل تاع الزوج، المشاكل الماديه. لكن اسكو فو تروفي باللي كالضرب هو الحل؟ مكاش وحده ما تحبش وليدها. انا امبوسيبل نحب وليدك اكثر منك، مستحيل. ما حاش نحب بنتك اكثر منك، لكن لازم تتقني فن الهدوء والتعامل يعني مع الوضع اللي راكي عايشه فيه بذكاء. لازم تخدمي هذاك العقل، لازم، لانه كل حاجه في هذه الدنيا عندها حل غير الموت اللي ما فيهاش الحل يا عمري. كالمي روحك. الضغوطات اللي جايتك من العالم الخارجي كسوا لا بيل فامي، الجيران، المحيط، اغلقي بابك وما برطالكش في اللي يزعف ولا لي تغشش كما كانت تقول امي الله يرحمها، ياكل فول مدشش، واللي ما عجبوش الحال يشم الحال. اغلقي بابك، اعطي فرصه لعمرك انك تتهدني باش تقدري تعرفي كيفاش تتعاملي مع وليداتك. هذه القاعده العامه يا اخي هكذا. والناس اللي طلبت لي سوليوشن شوفوا الحل هو بسيط جدا. الطفل ديالك يكون صغير وتبداي تعلميه فيه. كاين بزاف اللي تقول لك نعلمو نوريلو ويعاود في هذيك لا بيتيز. كي تعلميه مره وزوج وثلاثه وتعطيلو شحال فرصه بكل حب وكل تفاهم، ابخي تفهميه باللي لو كان يزيد يعاود هذه الحاجه يتعاقب. والكلمه كي تفوتي تقولي له نعاقبك زعما مثلا نحي لك التليفون ولا نحي لك البلاي ولا نحي لك زعما هذاك الامر، توفي بكلمتك. ماشي باكي يجي يبكي لك ويحلك ويبوسك تعاودي تسامحيه، نو.
تنحيلو هذاك الامر باش غدوه يدير 100 حساب قبل ما يعاود الحاجه اللي كانت منعت عليه. العقاب، وما كاش عقاب قد انه تكوني بنيتي علاقه طيبه تاع حب وحنان وعطف وتقدير، ومن بعد هذاك الطفل تجافيه تفاشيه كيما نقولوا احنا، تعاقبيه انك ما تزيديش تهضري معاه، النار تشعل فيه. انا ولادي راهم لك علونين والله، غير كي نزعف عليهم ما نهضرش معاهم، غير والله ما يقدر يرقد في الليل ولا ترقد في الليل بعد ما نهضر، بلا ما نهضر معاها ونسامحها ولا نسامحه. ماشي حتى نرفد يدي ونمسخو نحيلو شخصيته مسكين، نخليه خواف. ماشي خواف معناتها ما يقدرش يبدي الرأي ديالو، ما يقدرش. على بالكم كاين نتيجتين لا غير، يا وليدك يخرج خواف ما عندوش شخصية، ما عندوش ثقة في نفسه، يا يخرج إنسان عنده العنف، إنسان همجي، إنسان يتلدد كونت يفي دو مال، كي يضر الناس ويعايبهم ويجرحهم يلقى متعة، كلي تخرجي ان بسيكوبات للمجتمع. الوغ دوكا بعد هاد الكلام لكي الخير. كاين تلاقيت بواحد الاخت قالت لي واش كي تحكي لنا الجيل تاع دركا واعر، لو كان ما تضربيش يطلع لك فوق راسك. لكي الخير يا اختي، انا مانيش رايحه نحب لك وليدك ولا بنتك اكثر منك. اضربي، امسخي، حقري، باسكو الضرب هي حقره، ما عندهاش يعني تقولي ليش نحبه نخاف عليه. نو نو نو، تضربيه راكي تحقريه وخلاص، وانتي انسانه فنيانه تحوسي له شوما لو مونكو هذاك الحاجه السهله، رفد العصا اللي من عصا تضربيه، عندكش وقت تقدميه له. لكن البوليتيك والقيل والقال والتليفونات الريزو سوسيو كاين الوقت، لكن باش انك تهبطي للمستوى تاع وليدك وتحاولي انك تتلددي في التعامل معاه، دا وليدك يكبر خلاص طار الحمام، تقدم على بالك ولا يعيش ولا ما يعيش، ولا كي يكبر يتزوج يروح وجهك ما يزيدش يشوف فيه، تعودي تشتاقي الصوت ديالو لي بيتيز ديالو، تولي تفكري وتبكي. الوغ على بالي العنف راهي عنده عناوين تحت عنوان المحبه، الوالدين اني حابه نربي، اني حابه خيار الناس، وزوج ما ينجحوش البنات في التربيه تاع الابناء ديالهم. الناس اللي ما عندهاش وعي كاع راهي اكوتي دلا بلاك، يعني تزوجت هكذا برك وزهر كل نهار ونهار تربيه هي، نهار يربيه الشارع، نهار يربيه يعني المواقف. والناس اللي تحب اولادها ما يغلطوش، الناس اللي تحب اولادها ما يغلطوش هي ناس فاشله في التربيه. انتي غلطتي وطحتي ونطي، وكان بداو نحسبوا لك في الغلطات ديالك ما يتحسبوش، الكاي خلاص تاع 96 صفحه. كي تلحقي لوليدك تحبي ترجعيه طفل مثالي، ما يغلطش، ما يكذبش، يعني ما يكون كلي ماريونات بيان بروغرامي، كلي زعما روبو بروغراميتيه بالميكرو. هادو زوج ما ينجحوش في التربيه تاع ابناء ديالهم، يمارسوا عليهم ضغوطات لانهم راهو يحوسوا على لا بيرفيكسيون. اي نول ني بارفي، نينتي راكي بارفيت، ما كاش في هذه الدنيا انسان بارفي، لكن كاين اخطاء من اخطاء الاطفال كامله يغلطوا كامله، هذه هي الطبيعه، هذا هو النورمال. الطفل اللي ما يزغطش، ما يقبحش، ما عندوش حيويه، هو الطفل انورمال، يا ساكت تحت الهم نابت، يا انورمال. ومعليش يعني تقدروا ديروا دي ريشيرش، قادرين يعني كاين اللي تعلم من التجارب ديالو من وليداته، من التجارب تاع الناس القريبه ليه، وكاين اللي راح جاب هذه الثقافه ايور. المهم تكون عندك هذه الثقافه فقط، هذا ما كان. هذه هي يعني بالنسبه لهذا الموضوع، انه ان شاء الله اللي فيها خير ربي يقدمها لكم. على بالكم موضوع تاع التربيه وموضوع كبير، انا كما قال الاخر وين تباني المكحله في الليل، انا راني ندي امور بسيطه يعني في هذا الموضوع. خير ما نبداو نحكوا على يعني على غير على الطبخ والتدابير ونقعدوا نحكوا على دائما لا ميم شوز. دو طون طون سي بيان الواحد ينتمي هذا الامور اللي لو كان جينا نحكوا فيهم، لو كان حنا ما راهوش هكذا. انا بالنسبه لوليدي صغير، انا ولادي قراو، قلت لكم انتقلت من منطقه لمنطقه غير على جال لونتوراج، لانه الكارتي اللي كنت ساكنه فيه لا فوازين ديالي العزيزه يعني صار لها امر كلي في وليدها كلي وجعني قلبي كيف يرحلنا.
ابخي كي رحلت المدرسه لقيت يعني جيتي اوبليجي باش ولادي يقراو في المكان اللي سكنت فيه، لكن وليدي صغير يعني جيت توفي باش نلقى له المدرسه اللي تكون له العائله الثانيه. العائله انا وليدي صغير جيت توفي قلت لكم باش نلقى له مدرسه اللي تتعامل معاه كلي زعما راهو في دارهم، الاحترام التقدير. وليدي سي انفون قادر يغلط ويتعلم من الاخطاء ديالو، المهم ما كاش حاجه غاف. هذا ما كان الاخطاء تاع الاطفال كامله دراري يغلطوا من الاخطاء ديالهم يتعلموا. وشحال يعني سيبو تشوفي يعني راسك مفرغتيه من مشاكل تاع فلان وفلتان وعلان وتخليه يعني لعمرك انتيا للراحه النفسيه ديالك ولوليداتك. واحد المتعه. خلوا تربيه تاع الابناء ديالكم متعه، اعطولهم مساحه، خلوهم يعبروا على شعورهم، خلوهم يخيروا الشعبه اللي يحبوا يقراوها. ولا وليدك وحده دايوغ يعني مقبل برك قريت التعليق ديالها عندها دراري قراو والله يبارك ما شاء الله. الولد الصغير هو الحق الليسي ما حبش يقرا، روحي خربي تشوفي واش مارسوا عليه، شكون اللي كره له القرايه، شكون اللي تنمر عليه في القسم. راح تلقاي لو كانت تخربي تلقاي. احكمي وليدك برك عنقيه وقولي له راني متفهماتك ومعليش يعني، وقولي لو كان ما تقراش واش راك حاب دير، وخليه احترميه خليه يسمعيه وقولي له صحه معليش قولي يا اخي انت كنت تقرا وكنت ممتاز علاش كي لحقت لي سي تو ريفوز. وشوفي الجذور بدا يخربي قاعده 2 3 مع وليدك 4 6 10 راح تلقاي مع الدعاء والاخلاص في الدعاء حتلقاي وراه المشكل. ولا قدرتي كنتي قافزه وقدرتي تعالجي المشكل بالصحه ولا هنا ان شاء الله وربي يهديه ويكمل قرايته. ولا ما قدرتيش واش نقول لك، المهم تكوني حاولتي لكي ان شاء الله اجر المحاوله. انا كيما نحاولش مع اولادي ونطيح ونوض ونحبهم صافي با دير بلي كان ما نزعفش ما نعيطش، كان نعيطوا ونزعفوا مي طون طون حسنا فيسنا، ماشي كل يوم الهمجيه العياط الضرب على جال القرايه. واش ما قرا وليدك كي الحق للصح ما كاين والو. قلت لكم بلي هذا الموضوع راهو بزاف متشعب وواسع وحنا نديروا محاوله اننا نشاركوا تجاربنا. علاش نقول لكم ما تبخلوش في التعاليق، احكوا بارطاجيو كسوا كانت تجربه سيئه ولا سلبيه ولا ايجابيه احكوها باش لي جون مامون يستفادوا وحنا نستفادوا. انا نستفاد منكم وانتم تستفادوا مني، ماشي قضيه يعني واحد كبير واحد صغير. بزاف تلقاو ناس صغيره لكن عندهم وعي الله يبارك، وناس كبيره وعلونا وما كاين والو دربوكه ولا لا. هذه هي الزينات بالنسبه يعني للتوضيح تاع اليوم. وش نقول لكم، الدعاء باخلاص. شوفوا امرين، انتي خلقك ربي، يعني شوفوا المعادله شحال بسيطه. انتي خلقك ربي داكوغ، وليدك خلقوا ربي، انتي ديري الواجب ديالك بالشي اللي تقدري عليه يا اخي. هكذا الدعاء تربي وتطيحي وتنوضي والباقي على الله. قال غدوه انا درت كاع واش نقدر والباقي خلوها على الله سبحانه وتعالى. لكن ماشي نخلوها حالات سرح ونقولوا ربي هذاك واش كتب ربي كتب غير الحاجه الطيبه، راهي بما كسبت ايدينا. نقول ونعاود، كاين اللي يعني ديرها بيديها تحصل فيه ربي سبحانه، تقول لك هذاك مكتوب ربي. يعني هذا المكتوب هذا حاولوا انكم ربي عطانا عقل وكرمنا به، حاولوا تخموا. يعني ربي نتوما بالنسبه لكم ظلام للعابد. انا يعطيني مكتوب شباب راجل واعي معاوني في تربيه ابنائي، وانتي حقرك يعطيك نو بما كسبت ايدينا. علاش مليح واحد يخير يستاخر يسقسي يميز باش من بعد كي يتخذ بكاع هاد الاسباب وقدرت صرنا نحاولوا نشوفوا ونطيحوا ونوضوا منا، ومن بعد ما تصدقش هذاك الامر. قال انا درت كاع واش في وسعي، اتخذت بالاسباب، اتكلت على الله سبحانه وتعالى، استخرت. لكن هذا هو، وعسى ان تكرهوا شيئا ويكون ربي يدير فيه خير كبير، والعكس وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. يا اخي هكذا، هذا هو العقل وهذا هو الميزان. اللي حبت العقل والميزان. اما اللي عندها عقليه معزوه وطارت تاع لا الجيل تاع دركا الضرب، انا ما حاش نحب لك وليدك اكثر منك ضربيه، ولي ما حبش يتربى تربيه الدنيا نورمال راح تكوني انسانه مسؤوله
فقط، هذا ما كان. وبالصفة عليك راح تكوني مسؤولة، لأنه أنت غرستي، خيرتي البذرة الطيبة في التربة الطيبة، اسقيتيها ودرتيها. الثمار حاجة باينة اش راح يخرج لك، ولا خرجت لك كرموسة مسوسة هذيك هي. شوفي الديفو كيفاش كنتي تغرسي، واش كنتي تسقي، واش كنتي تخدمي. هذه هي، والحديث قياس. وربي إن شاء الله يهنيكم ويصلح لكم الذرية، لأنه كاع كيما راكم كاملة باختلاف الآراء ديالكم، باختلاف عقليتكم، وزات توت دي مامو اللي حنان وتحب ولادكم، لكن كل وحده يعني وش عطى الله في راسها، يعني كل وحده وقناعاتها، كل وحده والظروف ديالها، كل وحده ويعني كيفاش تربات، الامور يعني اللي اثرت في هذه العقليه ديالها. يعني واش نقولوا، الله المستعان، ربي يعين وخلاص. هذا ما كان، والى قاعده واحده اخرى نقول لكم حبيبات قلبي، تهلاو لي في روحكم ودمتم في رعايه الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.